الشيف الحقيقي مش بس مقادير، لأنه بيطبخ بذاكرته وحواسه، والقصة دي بدأت بقطمة ميرانج في مطبخ بعيد في بولندا. كان عندي تيست تعيين والمدير قال لي أنت المسؤول عن اللانش ديزرت، وبعد تفكير قررت إني أعمل طبق ما يفهمهوش غيرنا. بافلوفا اللي يدوقها عمره ما ينساها. حطيت عليها سمسم وحبة البركة وزعتر لأن دي النكهات اللي اتربيت عليها، وكمان حطيت عليها قشر برتقان وفراولة مجففة علشان أدمج ما بين الثقافة المصرية والثقافة الأوروبية. كل اللي كان في دماغي إن اللي يدوق الطبق ده يعرف انا جاي منين وبفكر ازاي. وعلشان تركيبة الطعم تكمل عملت صوص برتقان باليانسون والقرفة علشان يوازن الحلاوة، وبعد كده صفيته وفصلت لحم البرتقان عن الصوص، وبعد كده عملت كريمة فانيليا خفيفة علشان يدوقوا البافلوفا مظبوطة بس بطعم الدفى اللي في بيوتنا. مكتب المدير كان باصص على الستيشن اللي انا شغال عليه، اسلوبه كان لطيف جدا بس هو كان قاعد بيراقبني طول ما انا شغال، لحد لما لقيته جالي واخد حتة ميرانج ودقها. بعد لما اكلها ملامحه ما كانتش مبينة اي حاجة، وبعد كده رجع المكتب تاني. ودي بجد كانت أصعب ثواني عدت عليا في حياتي، فابتديت أفكر هو أنا عكيت ولا إيه، لحد لما لقيته راجع لي تاني وبيدوق مرة تانية. وقتها لقيت الشيف اللي جنبي بيقول لي مبروك، المدير لو داق منك مرتين الله! يبقى أنت كده اتعينت. فحبيت المرة دي اللي يقيم الطبق تكون أمي. تحفة، 100 من 10 بجد ما شاء الله فظيع، تحفة. أنا مصطفى سكر، ودي قصة الطبق اللي غير حياتي.